الباب خبط عليا بالليل في وقت متأخر، ولما جيت افتح الباب انا عايش مع مراتي في احد الارياف في ايسلندا، والحي بتاعي بعيد عن المدينة بمسافة 10 كيلو، وساكن جنبي راجل عجوز واسمه العم ارنولد. من وقت للتاني بيجي يزورني ونقعد مع بعض ونشرب شاي مع بعض، وده عشان هو وحيد وكل ولاده راحوا المدينة ومراته كمان متوفية، فتقريبا عايش لوحده، انا بس اللي يعرفني. وعلى طول العم ارنولد ده بيحكي لي حكايات غريبة بتحصل في الريف، وعن اسطورة راجل اسمه راجل الجمباز، وان ده شبح قديم موجود في الريف وبيظهر للي هيظهر له في الحلم الاول قبل ما يظهر له في الواقع. وكنت على طول لما اساله هي القصص دي حقيقية ولا اساطير وخلاص، كان على طول بيرد ويقول لي انا عمري ما شفته بعيني، بس من الحكايات دي ما اتمناش ان انا اشوفه. وانا كنت باخد القصص دي على انها حاجه بتسليني وخلاص، وكان الريف بالنسبه لي على طول مكان هادي ومكان بقعد فيه افسي دماغي فيه من كل حاجه شغلاني. بس بعد اليوم اللي بحكي لك عليه ده كل حاجه في حياتي اتغيرت لما باب بيتي حد خبط عليه الساعه 1 بالليل، واستغربت جدا مين في الريف اصلا صاحي دلوقتي. فسيت دماغي وقلت عادي، ممكن هوا، طوبه، حيوان معدي بيحاول يخربش على الباب. فحاولت اكمل نوم، بس مره واحده الخبط بقى عالي جدا ومزعج، وبصيت لمراتي لقيتها مرعوبه، فقعدت اضحك واهزر معاها علشان اطمنها، وقمت ورحت اقرب من الباب وانا بتسحب، لان ما اخبيش عليك انا كمان كنت خايف. واول ما وصلت للباب الصوت سكت، وقربت بشويش من عين الباب عشان ابص اشوف في حد بره ولا لا، ما لقيتش اي حاجه. ففسيت دماغي وقلت ارجع اكمل نوم، بس اول ما اديت ظهري للباب الخبط رجع تاني، ومراتي كانت واقفه من بعيد بتبص عليا، واول ما حصل كده خافت اكتر ما هي خايفه اساسا. فبصيت ورايا وقلت مين اللي بيخبط. اول ما سالت السؤال الخبط بقى اعلى بكتير، وزي المره اللي فاتت محدش رد عليا. فبما اني في الريف فكنت متعود على طول ان انا بطلع مع العم ارنولد بنصطاد حمام، فعلى طول بدون ما افكر رحت جبت بندقيه الصيد وفتحت زاويه صغيره من الباب ووجهت ليها ببندقيه. بس الغريبه ان الدنيا كانت هدوء ومفيش اي حد بره، وكل اللي كنت سامعه صوت الرياح وبس. فقلت يعني يا ترى كل الدوشه دي من صوت الهوا. فقررت ان انا اقفل الباب وما اشغلش دماغي. بس وانا بقفل الباب سمعت صوت حد بيصرخ، والصوت ده ما كانش غريب عليا، كان صوت العم ارنولد. فمراتي بصت لي وقالت لي اوعى تخرج. ما اهتمتش لكلامها ورحت جري الحق الراجل العجوز. قلت لها ما تقلقيش كل حاجه تمام، بس لازم اشوف العم ارنولد ايه اللي بيحصل معاه، يمكن يكون في خطر. فقالت لي ملناش دعوه. قلت لها ما ينفعش، انا معتبره من عيلتنا. حطيت الايس كاب بتاعتي ورحت جري ابص عليه، وطبعا كان معايا البندقيه. ولما قربت من بيته لقيت الباب مفتوح ونور البيت كله منور، ودخلت البيت وانا بنادي عم ارنولد يا راجل يا عجوز ما تقلناش. عم ارنولد انت سامعني؟ انت كويس؟ كنت بقول الكلام ده وانا متاكد ان في حاجه غلط، وكنت بدور في كل البيت ومش لاقي العم ارنولد. وانا ماشي ببص حواليا كل حاجه متكسره ومقلوبه، زي ما يكون في حد دخل بيدور على شيء معين، وكأن كان في خناقه كبيره في المكان وكل حاجه متدغدغه. ودورت في اوضه لحد ما بقى اوضه واحده، وهي الاوضه اللي بينام فيها العم ارنولد. وكان قلبي بيقول لي وانا داخل ان انا على بعد ثواني من اني اشوف مصيبه. وانا بدخل الاوضه مره واحده سمعت باب الشقه اللي انا دخلت منه اتقبض، معنى كده ان هو اتقفل عليا وانا جوه. ما كنتش فاهم في ايه، اطلع اجري وارجع افتح الباب واهرب، ولا ادخل اشوف الراجل العجوز. بس حاجه من جوايا قالت لي ان ما ينفعش اكون جبان ولازم اشوف في ايه، ولو في حد كده كده انا معايا بندقيه اضربه بيها. كملت وحطيت ايدي على اكره الباب وفتحت الباب، واللي شفته رعبني. العم ارنولد كان متعلق في السقف من رجله وراسه مش في جسمه، وكان الدم عمال ينزل من رقبته، وراسه محطوطه جنبه على الارض. كنت عمال ارجع لورا وانا خايف وانا مش عارف اعمل ايه. وانا برجع افتكرت ان ممكن يكون الشخص ده ورايا. خرجت من اوضته وانا بجري بسرعه وحاولت افتح باب الشقه، الباب ما كانش بيفتح، ولا ما كانش بيفتح من خوفي مش عارف. مسكت البندقيه وقعدت اضرب في القفل، بس برضه الباب ما فتحش. قعدت افكر طب هعمل ايه، لحد ما جت لي فكره ان انا نط من البلكونه، ومفيش الا البلكونه اللي في اوضه العم ارنولد. رجعت تاني الاوضه بتاعته وفتحت البلكونه ولسه هنط لقيت في حد واقف ورا الشجره اللي جنب بيتي، ومراتي لوحدها في البيت، وانا محبوس عند العم ارنولد، ومراتي اكيد مش عارفه كل ده. فبسرعه عشان اشوف ايه ده واتاكد طلعت كاميرا تليفوني وعملت زوم عشان اتاكد ان ده حيوان ولا انسان. وهنا قلبي طلع من مكانه. كان حد لابس هدوم رياضيه، ومش اي هدوم، دي هدوم جمباز. وده الشبح اللي كان بيحكي لي عنه العم ارنولد، اللي كان بيقول لي ما اتمناش اشوفه. وكانت رقبته متنيه ودقنه فوق وشعره تحت، وكان تحت عينه هالات سودا
واصله لحد دقنه، وعينه باصه لبره وحمرة وشكلها يرعب، وبصالي انا. بس اللي رعبني اكتر انه كان عمال يضحك. نزلت تليفوني بسرعه وانا مرعوب، وشفته بيطلع الشجره بسرعه وبينط لبلكونه بيتي، ودخل بيتي وانا في بيت العم ارنولد ومراتي هناك. طب انا ازاي هوصل بسرعه ولا اعمل ايه؟ طلعت البندقيه وقعدت اضرب ناحيته يمكن اي حاجه تيجي فيه، وبسرعه لا اراديا نطيت من البلكونه ونزلت. اول ما نزلت رجلي اتكسرت، بس كملت جري عشان كل المهم عندي مراتي، ان انا لازم الحقها عشان ما تحصلش العم ارنولد. بس وانا بجري سمعت صوت مراتي بتصرخ، وده نفس اللي حصل مع العم ارنولد. كنت وصلت لباب البيت وهي بتصرخ وطلعت البيت جري، ولما وصلت لمراتي شفت نفس المنظر اللي شفته في العم ارنولد. كانت متعلقه من رجليها ودماغها مفصوله عن جسمها، وانا لسه بستوعب ايه اللي قدامي باب بيتي اتهبط برضه، والمره دي مفيش غيري، الدور عليا. بس المره دي كان في صوت ضحكات شريره عالي جدا. قربت من مراتي وقعدت اعيط. مره واحده سمعتها بتتكلم من ورايا بتقول لي مالك، شربتني ميه، اخدتني بالحضن وقعدت تهديني. طب امال ايه اللي انا شفته من شويه؟ قلت لها انت كويسه، انت عايشه؟ قعدت تهديني وتقول لي ما تقلقش مفيش اي حاجه حصلت، انا عايشه وكويسه. ولما جمعت نفسي لقيت نفسي على السرير اصلا ما اتحركتش من مكاني، وانا قاعد باخد نفسي وبرتاح لقيت الباب بيخبط تاني. قلت لها ايه ده، مين هيخبط علينا دلوقتي؟ مسكت التليفون عشان اشوف الساعه، لقيت الساعه 1 برضه زي ما هي. استغربت جدا، قلت لها الكلام ده ما حصلش من شويه؟ قالت لي لا انت كنت نايم صحيت مخضوض، رحت جبت لك ميه وجيت. امال ايه اللي حصل معايا اللي انا شفته ده؟ فقالت لي قوم شوف مين بيخبط. ما كنتش فاهم اي حاجه، بس قمت عشان اشوف مين اللي بيخبط. بس قبل ما انزل بصيت من البلكونه على بيت العم ارنولد، لقيت باب شقته مفتوح. اترعبت بصراحه وقفلت باب اوضتي وتربسته واخدت مراتي في حضني ونزلت تحت البطانيه وانا مرعوب. وقعدت افتكر كلام العم ارنولد ان شبح رجل الجمباز ده بيظهر لك في الحلم قبل ما يجيلك في الحقيقه، وده اللي حصل معايا. ممكن تكون القصص دي حقيقيه، انا عمري ما شفته بعيني، بس من الحكايات دي بتمناش اشوفه. وده كان كلام العم ارنولد. قطع تفكيري صوت العم ارنولد وهو بيصرخ. اترعبت اكتر وانا سامع صوت الخبط تحت بيزيد، ومراتي خافت اكتر. فالشرطه خبطت علينا وقالوا لنا مفيش اي حاجه غريبه حصلت امبارح في المنطقه. فهديت نفسي وقلت لهم لا اشمعنى، في حاجه حصلت ولا ايه؟ قالوا لي حصلت حادثه مأساويه. قال لنا الولد اللي بيوزع جرانين في المنطقه وهو بيجيب الجرانين لعم ارنولد لقاه مقتول بطريقه بشعه، ودي الطريقه اللي انا شفتها في الحلم. فجايين نخبط عليكم نسالكم لو شفتوا اي حاجه غريبه حصلت امبارح، عشان في الاغلب لو شفت حاجه غريبه فده كان المشتبه بيه. نفيت كل حاجه وقلت لهم معرفش اي حاجه وما سمعتش اي حاجه غريبه حتى، لان مهما اتكلم محدش هيصدقني، لان دي اسطوره. فمحدش هيصدق ان الاسطوره دي طلعت لنا. والريف اللي كان بالنسبه لي اهدى مكان في العالم وبحب ارتاح فيه، كانت دي اخر ليله ليا هناك. وبس كده القصه وصلت لاخرها. ما تنساش بقى اللايك وتشترك وتفعل الجرس وتسيب لي رايك تحت في الكومنتات، وقول لي ايه رايك في المكان الجديد. وبس يا زميلي، سلام.